هذه الحاوية لم يكن بها القطع الآثار المصرية فقط. هذه الحاوية حتى الآن عدد الآثار المصرية التي يعني تم التأكيد عليها 118 قطعة، لكن هذه الحاوية شملت أكثر من 23,700 قطعة. هذا رقم هو يعني تحدث به التلفزيون الإيطالي وتحدثت به الصحف الإيطالية. فهذا الرقم نفسه يثير الشك، بعيدا عن أنها تكون حاوية دبلوماسية وغيرها، أن يخرج من مصر هذه الكمية وبها آثار مصرية وغير مصرية. إذن أصبحت مصر في الوقت الحالي ممر لتهريب الآثار. يعني ما الغريب في هذا؟ يعني كل هذه الآثار التي تزين ميادين العالم وتزين متاحف العالم أكيد أنها خرجت من مصر. لا أنا أقصد أنها ليست مصرية. يعني هذه القطع 23,000 قطعة و700، هذه ليست قطع آثار مصرية كلها. إذن أصبحت مصر معبر لتهريب الآثار. هذه نقطة حقيقة يجب